السلام عليكم ومرحبا بكم أحبائي الكرام في فيديو جديد لتوقعات المباريات اليوم الأحد 11/2022. توقعات مباريات اليوم حبايبي الكرام، نبدأ بأول مقابلة. اخترنا لكم 7 مقابلات، 4 في الدوري المصري ومقابلتين في الدوري الإماراتي ومقابلة واحدة في البطولة التونسية. نبدأ بأول مقابلة وهي في الدوري المصري بين غزل المحلة والجيش. غزل المحلة يأتي في المرتبة الخامسة ب9 نقاط، والجيش والداخلية تأتي في المرتبة الأخيرة بنقطتين. أنا أتوقع يعني فوز غزل المحلة على الداخلية، وأفضل طريقة للرهان هي بتلعبها أوفر 1.5. أوفر 1.5، يعني أكثر، يعني 1.5 هدفين فما فوق. نشوفوا المقابلة الثانية وهي في الدوري الإماراتي، وهي بين الظراف والنصر. أفضل طريقة للرهان في هذه المقابلة هي بتلعبها جول جول. كلتا الفريقين يسجلون ل- لأنهم الفريقين الاثنين في نفس المستوى. وأتوقع أنه النصر يعني أكثر، يعني اللي باش يفوز بهذه المقابلة هو نادي النصر. وأفضل طريقة للرهان هي جول، كلتا الفريقين يسجلون الأهداف. نشوفوا المقابلة الثالثة وهي في الدوري التونسي بين نادي متلوي والنادي الإفريقي. هذه المقابلة أنا أتوقع يعني فوز النادي الإفريقي. وأفضل طريقة للرهان تلعبها أقل من 3 أهداف. اندر دو فيرجيل 2.5، اندر 2.5. نشوفوا المقابلة اللي بعدها الرابعة وهي في الدوري المصري بين الجيش والمصري. آه، أنا صراحة يعني أتوقع يعني فوز المصري في هذه المقابلة. وأفضل طريقة للرهان هي بتلعبها أكثر من هدفين، 1.5. آه، يعني 1.5. نشوفوا المقابلة اللي بعدها وهي بين نادي سموحة و مقاولون العرب، عرب كونتراكتورز. أنا صراحة يعني العرب كونتراكتورز تأتي في المرتبة التاسعة ب5 نقاط، وسموحة تأتي في المرتبة الثالثة عشر. أنا صراحة يعني أتوقع يعني كلتا الفريقين سوف يسجلون الأهداف. وأفضل طريقة للرهان هي بتلعبها كلتا الفريقين يسجلون الأهداف، جول. نشوفوا المقابلة اللي بعدها وهي في الدوري الإماراتي بين شباب أهلي دبي والجزيرة. أتوقع يعني فوز الشباب أهلي دبي على الجزيرة ب2 لهدف. وأفضل طريقة للرهان تلعبها أوفر 2.5، 3 أهداف فما فوق، يعني أوفر 2.5. نشوفوا المقابلة اللي بعدها والأخيرة وهي في الدوري المصري بين الزمالك وبيراميدز. الزمالك تأتي في المرتبة الثالثة ب11 نقطة، والبيراميدز تأتي في المرتبة الرابعة ب11 نقطة. نتوقع الزمالك لن تفرط في هذه المقابلة، يعني حتى تنتقل إلى المرتبة الأولى. إذا فاز تصير الزمالك في المرتبة الأولى مؤقتا حتى
نشوف مقابلة نادي فوتشر يعني ماذا تعمل. أنا صراحة أتوقع فوز نادي الزمالك، وأفضل طريقة للرهان هو بتلعبها الزمالك تفوز يعني هدفين أو أكثر، يعني 1.5. يعني بتلعبها أفضل طريقة للرهان هي الزمالك تفوز وتسجل هدفين أو أكثر، 1.5. إلى هنا حبايبي الكرام ننتهي في توقعات المباريات اليوم الأحد. نلتقي في مواعيد رياضية قادمة. دمتم بخير وإلى اللقاء.